ماشي مقروط وماشي غريبية اللي مشهورا بها حلوة سنيوة هذه غير بزوز بيضات وبالزيت فقط بدون زبدة. اذا ما جربتيهاش راكي مراتي على بالكم حنا مشهورين بها في مناسباتنا، لا كان عيد لازم تكون حاضرة، وكذلك الاعراس وكامل يخليو البريستيج وياكلوا هذه. ها نبدا بسم الله في المقادير طريقة التحضير. بس قبل هذا منسايش خيطك اسماء من ابوني ولايك هكا باش يوصلك كل جديد وانتظروا جديد باذن الله. درت زوز بيضات ولا عظمات، نص كاس عفوا ربع كاس من السكر العادي، مبشور ليمون ضربتهم مليح، عندي كذاك نص كاس من الزيت ضربته مليح، عندي نص كاس من كاكاو محمص ومرحي متوسط، نص كاس من الكاطو هذاك تاع الزبده العادي راح نقول لكم محمص، المهم مرحي، عندي كيس خميره الحلويات، زوج مغارف كبار من الفرينه ضربتهم مع بعضهم، حطيته في المول الاسطوري هذا اللي دهنته بالزيت فقط ورشيته بالفرينه وحطيته كيما هكا. حنايا عاده نخدموها يعني في بلاطوات كبار، المهم اذا حبيتوها في بلاطو كبير ضاعفوا فقط المقادير. طيبتها على 190 درجه، شعلت لها من تحت من بعد شعلت لها من الفوق، عسلتها فقط بنص كاس العسل في هذه الكميه وخليتها حوالي ساعه ولا نص ساعه حتى ساعتين، وقدموها زينوها باي حاجه عندكم، حنا عاده نزينوها غير بالكاوكاو. وهي ليكم بنا مش نورمال، هذا ماهوش خبز الباي تماما. جربوا هذه الوصفه وردوا لي كيفاش جاتكم. نقول لكم بارطاجيو هذا الفيديو كذلك مع حبابكم وصحابكم، وتخليوا لي ابوني ولايك، واكيد انتظروا الجديد المميز الاقتصادي، راح تشوفوا معايا بزاف وصفات اللي تحمر لك وجهك، وهذه دونيها حتى رمضان لانه تحتاجيها في السهره سله.